السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. طاب مساءكم بكل خير مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم معنا. مباراة هذه الليلة لن تفوت بالتأكيد. لا يوجد فريق يملك أفضلية هنا، لا يمكن التنبؤ بمن سيفوز، وربما مباراة تخبئ أسرارها حتى آخر لحظة من ثوانيها. هذا ما يحب أن يشاهد الجمهور بالتأكيد. هذه اللقاءات نحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي. سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، أجمل تحية لحضراتكم في هذه الأجواء الباردة في ظل هذه الأمطار التي تتساقط على ملعب المباراة. أجواء غير عادية. أعظم لاعبي كرة القدم ضيعوها، لذلك حتى اللاعبين أصحاب الخبرة في مباراة اليوم سيكونوا تحت ضغط كبير جدا ويحتاجون إلى المحافظة على أعصابهم. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. الله على حارس المرمى، تألق كبير، تصدي رائع. يا إلهي، الكرة تصطدم في العارضة. في رأيي أنها لم تكن الطريقة الأفضل، كان فيها شوية مجازفة لاعب الكرة في منتصف المرمى، لكن في الأخير تمكن من التسجيل. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى وركلة رائعة. الكرة في المرمى، جول. ضربة مذهلة. هذه معركة خاصة بينه وبين حارس المرمى من نقطة الجزاء، من يتفوق؟ وكرة جول. هذه ربما تكون كرة الفوز. الآن قد يكتب التاريخ. ينجح الحارس في صد الكرة وإبعاد الخطورة. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بداني أنه مستحيل التصدي لها. لعبة في منتهى القوة في منتصف المرمى، لكن الحارس لم يحافظ على مكانه. هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ الله، ما أروعك. بوم. أوه، تصدي جميل، تصرف بارع في الوقوف في طريق الكرة. إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال موجود. أنهت هذه الركلة المباراة، وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. لا يوجد ما هو أفضل من الفوز. هذا الأمر يمنح الفريق